جولتنا النهاردة من داخل متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية. ومتحف الآثار يعتبر هو أحد المتاحف القليلة في العالم التي تعرض قطع فنية تم اكتشافها في نفس مكان عرضها. كل القطع الفنية اللي قدامنا دي تم اكتشافها في نفس المكان اللي هي معروضة فيه، يعني كل الآثار اللي قدامنا ده تم اكتشافه في المكان اللي احنا فيه دلوقتي. طبعا هي جت فكرة ان المتحف ده يتعمل هنا داخل مكتبة اسكندرية لما اكتشفوه وعرفوا ان الآثار الموجودة تعود للعصر الروماني والبيزنطي والهيلينستي. طبعا وهم بيحفروا عرفوا ان مكان الحاجة دي موجود هنا، فخلوا موقعها زي ما هو في مكان عرضها. مكان اكتشافها هو مكان العرض بتاعها حاليا. الافتتاح المتحف ده تم افتتاحه رسميا في 16 اكتوبر 2002، واللي هو طبعا ده تاريخ افتتاح مكتبة اسكندرية الجديدة اللي احنا فيها حاليا. وطبعا اختار محتوياته بعناية عشان تعكس تاريخ مصر الثري والمتعدد الثقافات والممتد عبر الثقافات الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، مع التركيز على الإسكندرية قدامنا دي عملات من الذهب. الجزء اللي احنا واقفين فيه دلوقتي ده اسمه جزيرة نيلسون. جزيرة نيلسون جزء خاص بالفخار الأثري القديم. وطبعا كل الجزء ده مفهوش غير فخار والساعات الشمسية القديمة. سيب حضراتكم مع مناظر الآثار الجميلة تستمتعوا بالمشاهدة.
التمثال اللي قدامنا ده وفي تمثال جنبه شبهه، ده بيدل على قوة جسد الراجل. وفي تمثال الناحية التانية جنبه شبهه برضو بالظبط، ولكن التمثال التاني رجله مقطوعة، فده بيدل عن قوة الجسد برضو بس بطريقة تانية. كل تمثال من دول بيدل عن حاجة، ودي بعض التماثيل اللي انا عرفت معناها ايه. ودلوقتي هندخل المكان اللي هو اسمه العالم الاخر. ده اثار مكتبة الاسكندرية. المبنى اللي جنب منه هندخله دلوقتي العالم الاخر، اللي هو التوابيت والمومياوات المحنطة. طبعا الناس اللي بتسألني التصوير في المكان ده ممنوع ب400 جنيه، ولكن انا لما صورت ربنا سترها معايا وشرطة السياحة ما كانتش شايفاني، وانا اصلا ما كنتش اعرف ان التصوير الفيديو بفلوس. لكن اي مكان تاني في مكتبة الاسكندرية التصوير مجانا وبراحتك، في متحف السادات او في اي حتة الا مكتبة الطفل. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو الفيديو عجبكم ادعمنا باللايك والاشتراك عشان نستمر في كل جديد. وان شاء الله انتظروا الفيديو اللي جاي، فيديو بير مسعود ان شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.